بميه ودقيقه هتعمليها وكمان من غير فرن. وصفه النهارده سهله وبسيطه جدا جدا، والطعم عايزه اقول لكم يا جماعه والله حلو قوي قوي مع كوبايه شاي. عايزه اقول لكم مفيش احلى بقى ولا اجمل ولا اسهل من كده. نبدا كده في وصفتنا على طول ونشوف هنعملها ازاي، بس يا ريت قبل ما نبدا ادعمي لي كده بلايك حلو منك. اول حاجه كده انا هستخدم 3 اكواب من الدقيق. معيار الكوب اللي انا بستخدمه بالنسبه للسوائل 250 مللتر. هضيف كده عليهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الحليب البودره وده اختياري، ورشه ملح. ونبدا نقلب بالشكل ده، نقلب كده المواد الجافه مع بعضها، وهضيف كده عليهم معلقه صغيره من حبه البركه واقلب. وبعد كده هضيف لهم الميه، والميه هنا ميه دافيه. ضفت كده كوبايه من الميه وهبدا اعجن. طبعا الميه انا بضيفها بالتدريج عشان طبعا نكون مسيطرين على العجين. فضفت كوبايه ميه بالشكل ده وبدات اعجن، ومعايا كده كوبايه على جنب حاطه فيها ميه، وهضيف كده بالتدريج معلقه معلقه بحيث تتكون معايا عجينه ملمسها يكون ناعم. هنا العجينه بدات تلم معايا ولكن لسه محتاجه معايا ميه، فهضيف كده معايا بس معلقه من الميه واعجن. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم سيطروا على العجين، يعني ما تكبوش ميه كده مره واحده عشان ما تضطريش تحتاجي دقيق تاني وتبوظي الوصفه معاكي. فضفت معايا ميه بالشكل ده وبدات اعجن. وهنا العجينه بس مش محتاجه مني غير خدمه بس في العجين، تعجنيها كده لمده 10 دقائق. كل ما تخدمي العجين كل ما تاخدي نتيجه حلوه قوي قوي. فانت بعد العجينه ما تلم معاكي تاخديها كده قدامك على الرخامه وتبداي تعجني فيها لحد ما تكون ملمسها معاكي ناعم بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده العجينه بتاعتي جاهزه معايا تمام. كل اللي اعمله اديها كده رشه زيت بس كده عليها، واغطيها طبعا بكيس واغطيها بفوطه واسيبها لما تختمر براحتها خالص. وبعد كده هوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. بس اتمنى لو وصلتوا للمرحله دي ونسيتوا تحطوا اللايك، ادعمونا كده بلايك حلو منكم عشان الوصفه بتاعتنا توصل لكل الناس. واتمنى لو تشيروا الفيديو اكون شاكره لكم جدا جدا. كده خلاص العجينه بتاعتي اختمرت معايا تمام. حطيت كده دقيق على الرخامه وهبدا افردها كده بالنشابه على شكل مستطيل. هنبدا بقى نفردها بسمك بسمك يكون متوسط، يعني لا رفيع قوي ولا تخين برضو قوي. ما شاء الله العجينه بتتفرد معايا سهل جدا لان العجينه اختمرت معايا وارتاحت معايا تمام، فما بتاخدش معايا اي وقت خالص. طبعا كل الدقيق الزياده اللي موجود على الرخامه انا طبعا شيلته مش محتاجاه خلاص. فردت كده العجينه بتاعتي وهبدا طبعا اسوي الاطراف. طبعا انت ممكن تشكلها على شكل دايره، على شكل مربعات. لو عندك اي قطعات ممكن تعملي بقطعات عندك هتدي لها شكل حلو جدا، لكن انا هنا هقطعها لكم بابسط تقطيعه خالص. هقطعها كده مربعات، يعني حتى لو ما عندكيش القطاعه بتاعت البيتزا مفيش مشكله خالص، بالسكينه هتساوي الاطراف بالشكل ده وتبداي تقطعها كده على شكل مربعات. وكده هي جاهزه معاكي تمام. طبعا الاطراف دي يا جماعه احنا مش بنرميها خالص، انا برجع عجينها تاني على ايديا وطبعا بسيبها ترتاح وبعد كده ببدا افردها واقطعها برده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا الشكل زي ما قلت لكم يرجع لكم براحتكم خالص. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها بالشكل ده، ومعايا دلوقتي كده طاسه على النار حطيت كده فيها زيت هيبدا يسخن معايا. هبدا بقى احط كده العجين بتاعي زي ما انتم شايفين كده، مش هياخد وقت خالص. مجرد ما بنحطه في الزيت طبعا درجه حراره الزيت متوسطه ما شاء الله بتبدا تنفخ معاكي. واهم خطوه ان انت ما تقلبيش غير لما تبدا تتمسك معاكي من تحت وتاخد معاكي لون بالشكل ده. نبدا نقلبها على الجهه التانيه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده مجهزه طبق عليه مصفى، لازم اخرجها على مصفى عشان تصفي كل الزيت اللي فيها. وعايز اقول لكم ان هي مش شاربه ولا نقطه زيت زي ما شفتوا كده معايا في البدايه، حتى مش معلمه على ايديا. وطعمها حلو قوي قوي، يعني عايز اقول لكم تتاكل ساده مع جبنه مع كوبايه شاي كوبايه قهوه. تحفه بجد يا جماعه، ان شاء الله هجربوها انا متاكده هتعجبكم. طبعا اول ما بتاخد معايا لون بالشكل ده ببدا اخرجها على طول وهي واخده اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده. الطريقه سهله جدا زي ما شفتوا كده معايا، مش هتاخد معاكم وقت خالص. وطعمها حلو قوي قوي ومقاديرها بسيطه وان شاء الله متاحه في كل بيت. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ اعتقد بقى مفيش بقى اسهل ولا ابسط من كده. وصفه سهله وبسيطه وكمان يعتبر اقتصاديه. فطاير جميله جدا جدا ما شاء الله، عايز اقول لكم بجد تحفه. ان شاء الله هجربوها انا متاكده هتعجبكم. سهله جدا جدا، عايز اقول لكم بتعجب الاولاد عندي جدا لو عليهم عايزين نعملها كل يوم. كده خلاص انا طلعت اول كميه معايا وهبدا احط كده الكميه التانيه لحد ما اخلص الكميه بتاعتي كلها. وعايز اقول لكم ما بتشربش زيت نهائي والزيت نظيف زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر، اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، يهمني قوي قوي. كده خلاص انا هخلص الكميه بتاعتي كلها عشان طبعا ما اطولش عليكم واوريكم بقى الشكل النهائي عامل ازاي. ده كده شكلها الكميه ما شاء الله كبيره منفوخه زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تحشوها جبنه لو انتوا عايزين تاكلوها ساده براحتكم خالص زي ما تحبوا. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموا الفيديو باللايك والشير عشان الوصفه بتاعتي توصل لكل الناس. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده ومع الف سلامه حبايبي.